منذ سنة 2012 وهي تداري جريمتها التي ارتكبتها في حق زوجها بعد أن أقدمت على قتله بمساعدة شقيقها ودفنته في مرآب البيت لتظهر بعد ذلك في برنامج مختفون على القناة التلفزيونية الثانية المغربية تناشد من أجل العثور عليه. عبر المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من خلال العديد من التغريدات والتدوينات، وعمدت صفحة تدعى مغربية على انستغرام إلى نشر مقطع فيديو يعود لحلقة من برنامج تلفزيوني المذكور تظهر فيه السيدة قاتلة زوجها وهي تمثل دور المكلومة المحروقة على اختفاء زوجها. الجريمة التي شهدتها مدينة مارتين المجاورة لتطوان شمال المغرب لم يكن أحد ليفكر في تفاصيلها الصادمة جدا، والجميع كان يظن الزوج اختفى لسبب ما، لكن الشرطة القضائية بالمدينة الشهيرة بلقب الحمامة البيضاء كان لها رأي آخر لتكشف بعد التحريات العميقة عن الحقيقة المؤلمة والمتمثلة في قتل السيدة لزوجها بمساعدة شقيقها. وأكد الأمن المغربي في بيان له أن الشرطة القضائية بمدينة تطوان تمكنت أول أمس الأربعاء من توقيف السيدة شقيقة وذلك للاشتباه في ضلوعهما في ارتكاب جريمة قتل العمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012. وأوضح بيان الأمن المغربي أنه حسب المعلومات الأولية للبحث يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012 بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل، وتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، وفي محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان وجود بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مارتين. وقد وضع المشتبه فيه وشقيقها قيد الاعتقال الاحتياطي رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من هذا ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية. بالنسبة إلى التدوينة الأولى التي عممها حساب مغربي على انستغرام، فقد نشر الخبر موثقا بصورة للجانية خلال مناشدتها للبحث عن زوجها. أما في التدوينة الثانية فقد أورد الحساب نفسه سيلا من المعطيات التي قد تكون مجرد تخمين من طرف عموم الرأي العام بمدينة مارتين، وقد تكون حقائق سيكشفها الأمن المغربي في حينها. ووفق كاتبة التدوين فإنها لحد الآن مصدومة، وأضافت: المشكل أن الناس قالوا أن ابنها البكر بدوره اختفى بعد اختفاء زوجها بسنوات، وقد تكون قضية جديدة سيتم التحقيق فيها من طرف الأمن. وتابعت كاتبة التدوين سرد العجائب حول هذه السيدة لتقول أن ابنتها الكبرى التي قد تكون هي من ظهرت معها في البرنامج التلفزيوني قد توفيت لتبقى وحيدة الآن مع ابنها